السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد. اليوم حكايتنا ديال الأخت اللي قالت لي بغيت نسمعها بلسانك. كتقول هاد السيدة: أختي سعاد، احنا كنا 4 البنات و3 ديال العزارة. الأب ديالي الله يرحمه كان كيعز خويا الكبير بزاف، وكان كيف ما كنقولوا بالعامية مفشش. اللي بغاها عطيوها ليه، اللي بكى عليها يقلعوها لينا حنا ويعطيوها ليه. المهم مشات الايام وجات الاخ ديالي كبر، ملي دار 17 عام ما بقاش خويا اللي كنعرفوه. بطبيعة الحال تلقى مع رفقاء السوق، ما بقاش بغى يقرا مزيان، ما بقاش بغى يمشي للمدرسة، لدرجة ان الاب ديالي اللي ما كنقدروش نرفعو فيه عينينا ما بقاش كيسمع ليه. واحد النهار الاب ديالي عيا معاه، جا عند ماما وحلف عليه وقال لها هذا ما يدخلش عندي للدار حتى يدير حل لراسو. وكتعرفوا الاميمات كيفاش مسكينه كتحن، والقلب ديال الام والله يسمح لنا من الوالدين. ماما كانت كتدخلو للدار بالتخبيه. كان عندنا واحد البيت في السطح، هذاك البيت كان الاب ديالي ما كيطلعش ليه بزاف. كانت ماما راكم عارفين كتحط فيه اي حاجه باليه كتحطها فيه. هاد الاخ ديالي دات ليه ماما ناموسيه وكيطلع تما. واحد النهار بابا ما عرفش شنو طلع يدير، وهو لقى ديك الناموسيه، وبطبيعه الحال سول عليها كيفاش وعلاش. ماما مسكينه ما لقات ما تقول، قالت ليه راها ديال فلان وراني ما قدرتش نخلي ولدي في الزنقه. ما نقول لكمش بابا شنو دار. هرس لينا الماعن، هرس لينا البيبان، ما خلا ما دار. قال لها انا كنربي وانتي كتعربي. عس عليه، ملي جا في الليل ما خلاش يدخل. وتشوفوا ليلتنا هذيك الليله ما بحالها حتى شي ليله. ماما كتبكي، حنا معنقينها وكنبكيو معاها. بابا سد عليه البيت ونعس، والشخير ديالو كنسمعوه منين لفين. هاد خويا ملي خرج قال مع راسو انا خرجت بحال اللي انتقم من الاب ديالي. مشى كيدير جميع انواع الممنوعات اللي ما عمرو ما دارهم. والوالده مسكينه كتقطع وكتقول علم الله ولدي فين بيت. المهم خويا ما بقاش بان ليه الاثار. واحد النهار ولد عمتي ما نعرفش كيفاش دار حتى وصلوا واحد الميساج كيقولوا ليه ولد خالك وصل لاسبانيا. كيفاش وصل؟ حرق. الوالده مسكينه ما عرفت تفرح، ما عرفت تبكي، ما عرفتش شنو دير. شويه كيقولوا لينا بان ديك الظروف اللي مشى فيها الاخ ديالي ما تبغيهاش العدوك. مشاو في واحد الفلوكه، موجه كتطلعهم وموجه كتهبطهم حتى وصلوا. الحمد لله اللي وصلوا. ولكن ملي وصل خويا ما عيطش لماما، وعارفه بانها مسكينه غادي تبقى قلبها محروق عليه. واللي تشفى فينا تشفى، واللي وسانا، واللي جا عندنا جا، واللي ما جاش ما جاش، واللي كيقول لك هذه هي الفشوش فين كتوصل. ما علينا. يا سيدي اش غادي نقول لكم، عيادنا ما هو عياد، ايامنا ما هي ايام، مناسباتنا ما هي مناسبات. الوالده ديالي ديما كتبكي لدرجه انها ولا كيجي لها ارتفاع الضغط وكطيح وكتغيب، وكنولو كنجارو بها من طبيب لطبيب. الوالد ديالي ديما ساكت، ما كنعرفوه واش باقي فيه خويا ولا ما باقيش فيه. المهم داك الموضوع ما كيجبدوش معنا. باش يقضي واحد الغرض فاذا بيك يطيح في الزنقه. جابوا واحد السيد جارنا، زونا على ماما، هبطات هزو بابا هي وخويا وطلعوه لبيتو.
فإذا بيه كتخرج ليه واحد الكشكوشة من فمو بيضة. ماما شهدت لبابا قدامو الأمانة أمانته. ما نقولكمش حالتنا كيفاش دايرة، وخويا ما كاينش معانا، والحالة كيعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ما عمرنا نوينا بابا غادي يموت بهذيك الطريقة. صراحة الله كنا دائما كنقولوا الفقصة ديال خويا ماما تقدر تموت في أي لحظة. الحمد لله بابا كان هذيك هي الحد العمر ديالو. الاخ ديالي اتصل بماما وكيقول لها ماما سمحوا لي، واش بابا سامح ليا، واش بابا ما سامحش ليا، وراني بغيت نجي وما قدرتش لان ما عنديش الوراق. ايوا هذه هي الضريبه ديال الغربه. عمامي وعماماتي غير ما زادوا تشفاو فينا وقطعوا كلامنا من بعد الموت ديال بابا الله يرحمه. ما بقاوش يجوا عندنا، ما بقاوش يسولوا فينا، لانهم كيقولوا بان خويا هو السبب الفقصه ديال بابا حتى مات. ولكن ما قالوش بان بابا كانت هذيك هي نهايه العمر ديالو. الله سبحانه وتعالى كان هذاك الشيء اللي مكتب ليه في العمر. خويا مع الاسف ولا هو الوجبه الدسمه الرئيسيه ديال الموائد ديالهم. ما رحموناش وما حنوش في ماما. المهم خوتي تجمعوا واخواتاتي وقالوا ما يمكنش نخلو ماما في هاد الحاله هادي، خصنا نخرجوها من هاد الازمه. هزها واحد خويا وسافر بها. ايوا ملي سافر بها قال لك نسات راجلها وداعت في بلدان عباد الله. ما عرفوش بان هذيك الام قاسات قبل من بابا الله يرحمه، وبابا كان هذاك هو حد العمر ديالو، ما غاديش نشرو ليه عمر واحد اخر. ايوا يا سيادي، نتمنى ان القصه ديال خويا تكون للعبره وليست للفرح.